كنت بتخانق مع بابا وكنت ممكن اقول له كده انا كنت اقول له كده بجد، انا بكرهك ولو قدرت ان انا اطلع شهاده وفاه ان انت ميت هعملها. كنت بقول له بابا كده لحد ما عرفت يعني ايه اروح اجيب واحده بدل ما ابوها هيوديها لجوزها بفستان ابيض، انا وديت ابويا للتراب بالنعش وبالكفن الابيض. بدل ما يديني قسم جوازي وتبقى معاه، انا اديت يعني مسكت بايديا انا شهاده وفاته اللي انا كنت بقول له انا هزورها وهعملها وهقول ان انت ميت. دلوقتي تتمني لو لحظه واحده، مش لو لحظه، لو اقل من اللحظه اشوفه صدفه، بقيت اتخيل الناس كلها هو، ما بشوفش حد غيره. يعني ممكن حد بابايا قصير، لما بشوف حد لابس نظاره وكده بجري عليه. انا بقيت اشم الريحه اللي هو كان بيحطها في الناس اللي معايا في الشغل. حضنته وهو خلاص بعد ما خربت الدنيا، قلت لهم لو ما حضنتوش هموت نفسي هنا. حضنتيه وهو متكفل، هو خلاص نازل. عايزه اقول لك ان هم بينزلوه من عند تيتا، كان جسمه تقيل، وقعوا كلهم بيه بتاع 6 انفار شايلين النعش وقعوا. انا خلاص باب التربه اتفتح، كان خلاص المفروض هينزل، انا وطيته وشلته بايديا، شلته اتشال معايا، جسمه اتشال معايا، اتشال معايا. حضنتيه عند قبره؟ عند قبره، سلمت عليه وهو خلاص هينزلوه في النعش وهو متكفن، شديته، كان حرفيا بيتشال. عارف المنديل؟ هو كان منديل بالنسبه لي، انا لو كنت شلته على كتفي كنت مشيت كان عادي. كنت عامله معاه الخناقه، هو مات وهو حضنتيه قبل ما يموت؟ متخانقه معاه ومشي. يعني انا معرفش بابا ميت مسامحني وراضي عني ولا لا، انا عايشه في الذنب ده لحد دلوقتي. بس فهي مات بعدها على طول ب4 ايام، فسكرات الموت بقى ما كنتش اعرف. رجعهولي وانا اقول له انا اسف. لو هو رجع هقول له كده، ومش مش هتخانق معاه ولا اقول له اي حاجه. رجعهولي بس، اللي بيروح ما بيرجعش. انا ابويا وحشني جدا، محتاج رايه في حاجات، اهمل في سؤاله. هو اكيد مسامحك واكيد مش زعلان منك. اتمنى ده، اتمنى ان هو يعني لو ربنا يرجعه لي يوم واحد بس. هيفرق في ايه اليوم ده؟ هعتذر وهعمل كل حاجة اقدر عليها علشان ما يكونش زعلان مني تاني، يبقى ميت راضي عني وانا راضي عنك، روحي انا راضي عنك. اكيد زعلان مني، اكيد مش مسامحني. لا مسامحك. الله اعلم، بس انا بروح له مش اب قرآن وكل حاجة. بص ربنا قال وبالوالدين احسانا، انا ما عملتش باللي ربنا قاله، فانا استاهل. وكنت على طول اللي هو مع ماما ضد بابا عشان مامتي غلبانه وكده، وبابا كان شديد عليها والكلام ده كله. انا عايزه اقول لك ان حاليا ما بطيقش الهوا على امي ولا اخواتي، لو حد قرب لهم اكله فاي خناقه بيقولوا لي انت سبب موت ابوكي، انت عايزه تموتينا زي ما موت ابوكي. يقولوا لك كده؟ ناس فاكراني هاي وباي وسو فن والجو ده، بس انا غير كده تماما. حقك عليا انا والله. فرفشك نكدت عليا. حقك عليا انا ولا اي حاجه، بس يعني اللي انا جربته ما اتمناش اي حد يجربه. ما اتمناش ان اي بنت تعمل اي حاجه من ورا اهلها، ولا تزعلهم، ولا ممكن تنام تصحى باي باي. مفيش. اتكلم
لما بيتصل بيكي بتتضايقي ولا كنت بتبقي إيه؟ بس ايه يا صاحبي هعمل ايه؟ انت فين يا وزة؟ انا جايه يا بابا. طب يلا ما تتاخريش. لو اتصل بيكي دلوقتي ايه اول حاجه هتقولها له؟ وحشتني وحشتني. بقالي سنة و7 شهور 18 يوم ولا 19 يوم سمعتوش. بتزعلي كتير قوي؟ لا هي يعني عادي صح، اب وبنت. عادي يعني المشاكل التاتشات العادية، بس هو كان يعني يعتبر صاحبي. كنتش تعمل معاه ان هو بابا هاي يلا ننزل مش عارفة ايه نروح فين يلا، واجيب له فيروز ويشرب ونعمل ونغني وهنجزه. مشبعتش منك لسه ناقصني قال لي انا عايزة اشرب البتاع اللي انت شربتهولي. هو كان بيحب الفيروز بس ما كانش يعرف اسمها، فكنت على طول بجيبها له. جبتها له ساعتها، جبتها له خوخ بدل الاناناس. هو زعل ان هي مش اناناس. مش اناناس. فاتمنى لو رجع اجيب له الدنيا كلها. يعني كان بيكلم ماما فويس نوت على الماسنجر، فكل ما كنت اتضايق كنت اخش اسمعها. هي دي الحاجه الوحيده اللي معايا. الله يرحمه. طيب انا مشبعتش منك لسه ناقصني امان. هو في دار الحق واحنا في دار الباطل، وهي دي امنيتي اللي بتمناها من ربنا. حتى لو بعمل حاجات كتيره وحشه اتمنى ان انا اكون معاه. بس خلاص اهدي، اضحكي يعني. خلاص وقف.